ازاي تاكل بره البيت من غير ما الكرش يرجع؟ اسرار المطاعم اللي محدش بيقولها. من الاخر، في سؤال لفت نظري كذا مرة في الكومنتات: دكتور، انا ملتزم بالاكل الصحي طول الاسبوع، بس اول ما اخرج اكل بره الكرش بيرجع ليه؟ خلينا في الفيديو ده اقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها. صحيح يا دوك، هو ليه الاكل بره البيت بيخرب النظام رغم اني باكل كميات بسيطة؟ ببساطة شديدة، لانك بتفقد التحكم في المكونات. الزيت اللي بيطبخوا بيه في المطعم مش زيتك، الملح اللي بيحطوه مش مجرد معلقة صغيرة زي ما انت بتعمل في البيت. في المطاعم كل حاجة معمولة عشان الطعم مش عشان صحتك. يعني مثلا طبق مشويات في البيت ممكن يكون فيه 300 كالوري او 300 سعرات، في المطعم نفس الطبق ده يبقى 600 سعرات. ليه بقى؟ لانه مليان زيت زيادة، سكر في التتبيلة، وصوصات وصلصات. طب اعمل ايه اول ما اقعد في مطعم؟ اول حركة ذكية: اطلب سلطة او شوربة خفيفة قبل الطبق الرئيسي. ليه؟ لان المعدة لما تتملأ الياف او سوائل هتبعت اشارات للمخ بالشبع، وده يخليك تاكل اقل من الطبق الرئيسي بدون ما تحس بحرمان. وده علميا اسمه بري لودنج، وده يقلل مجمل السعرات بنسبة ممكن توصل ل 20%. يعني لو وجبتك كانت 800 كالوري هتنزل ل 640 من غير ما تحس. طب اختار ازاي من المنيو؟ اسأل نفسك دايما سؤال بسيط: هل الاكل ده معمول بالنار ولا بالزيت؟ لو معمول بالنار فهو تمام، لو بالزيت فكر مرتين قبل ما تطلبه. المشوي والمسلوق واللي معمول على البخار صاحبك وجميل، المقلي او اللي معمول بالعيش والبقسماط عدوك على طول. خد مثال بسيط: صدر فرخة مشوية 250 كالوري، نفس الصدر مقلي 600 كالوري. نفس الاكل اهو، بس طريقة الطبخ غيرت اللعبة بالكامل. طب والعصائر الطبيعية دي كمان مش صحية؟ دي تبعد عنها خالص، دي مليانة سكر حتى لو مكتوب عليها سكر طبيعي خالص. كوباية عصير برتقان فيها حوالي 120 كالوري و25 جرام سكر، مع انك لو كلت البرتقانة نفسها هتاخد الياف اللي فيها وتشبع اسرع. يعني العصير ده بيخدعك. افضل بديل المية، مش بس بتحافظ على ترتيب الجسم، كمان بيقلل من احساس الجوع الكاذب. كتير من الناس يفتكروا نفسهم جعانين وهم في الحقيقة مجرد عطشانين. طب لو خرجت مع اصحابي ومضطر اكل اكلة دسمة؟ ولا يهمك، الوعي مش انك تمنع نفسك، الوعي انك تعرف التوازن. يعني لو النهاردة اضطريت تاكل وجبة دسمة، خلي بقية اليوم خفيف، اشرب مية كتير، اتمشى بعد الاكل، وتاني يوم اختار فطار بسيط وغدا خفيف. الجسم ذكي لكن انت لازم تساعده. طب والصوص والصلصات، الصلصات دول بيفرقوا؟ جدا. الصوصات والصلصة المجرم الخفي. معلقة صغيرة من المايونيز فيها 100 كالوري، 2 صوص باربيكيو كبار 150 كالوري. يعني انت ممكن تكون فاكر نفسك واكل أكلة صحية جدا، بس عملية الصوص هنا وهنا حولتها لقنبلة سعرات. اسأل كمان دايما الجرسون عن طريقة التحضير، وقول جملة بسيطة: عاوز الاكل من غير صوص، من غير زيت زيادة، من غير عيش على جنب لو سمحت، ومن غير كسوف، دي صحتك. المطعم مفروض يخدمك مش العكس. معلومة علمية أخيرة: في دراسة اتعملت من جامعة هارفارد، لقوا ان الناس اللي بيختاروا سلطة قبل الوجبة ويشربوا مية أثناء الأكل بينزلوا في الوزن أسرع ب 30% عن الناس اللي بيبدأوا الوجبة الرئيسية على طول. ليه بقى الكلام ده؟ لأن الوعي بيخلي الجسم يشتغل معاك مش ضدك. الخلاصة يا جماعة، افتكر حاجة واحدة: الموضوع مش حرمان، الموضوع وعي. اتعلم تختار صح وانت مش هتتضر حتى لو جيت تاكل بره. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ازاي تاكل بره البيت من غير ما الكرش يرجع. من الآخر.